بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة كفتة الفراخ الجميلة دي بطريقة سهلة وبسيطة، ويا رب الطريقة تعجبكم بإذن الله. كفتة الفراخ ديت انا عملتها من قطعتين فراخ كانوا عندي في الفريزر. الحقيقة قضوا معانا اليوم جنب طبق شيبسي، طبق مكرونة، وكان احلى غدا وبنمشي اليوم. انا يا حبايب قلبي كان عندي الفراخ ديت زي ما قلت لكم اهيت في الفريزر، ومش هتكفي ان انا اعمل بها حاجة، قلت اعملها كفتة فراخ. وكفتة الفراخ من الاطباق الجميلة اللي كلنا بنحبها. هنجيب الفراخ بتاعتنا وهنقطعها زي ما احنا شايفين كده. هتقطعيها قطع كبيرة او صغيرة حسب ما انتي هتفرميها في ايه. وطبعا لو فيها جزء من العظم او اي حاجة هنحاول نشيله ونخليها بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. بعد كده بقى يا حبايب قلبي هنجيب البصل بتاعنا على قد كمية الفراخ اللي معانا. ممكن نستخدم 5 6 بصلات صغيرين زي ما احنا شايفين كده، او بصلتين كبار لو موجود، و5 فصوص توم، حبيتين فلفل اخضر حامي او بارد، ونص مكعب مرق الدجاج ان هو يزود لنا الطعم شوية. هتفرميها بقى في الهاند او في الكبة او على المفرمة، اي حاجة عندك. المهم ان انت تفرميها فرم ناعم عشان لما تيجي تخلطيها او تعجنيها مع بعضها بالخضار تبقى معاكي كويسة ومتماسكة وما تفكش منك. هنفرم الخضار كده زي ما احنا شايفينه. الحقيقة والله ان طبق الكفتة دوت من الاصناف الجميلة واحلى من كفتة الفراخ اللحمة بكتير، معلش. وهتعدي معاكي اليوم وهتقضي وهتبقى زي الفل. بنفرم برضو الفراخ بتاعتنا اهيت او الصدور، ونحاول برضو ننعمها على قد ما نقدر. بسم الله ما شاء الله اهيت العجينة بتاعت الصدور معانا ناعمة وجميلة اهيت. وكمان هنحاول واحنا بنقليها ان احنا نوفر برضو في الزيت، وهتبقى خفيفة في الاكل وطعمها جميل، وهتبقى احلى كفتة فراخ مشوية. نوفر في الزيت ونوفر في الفراخ، ويوم وهيعدي ويجي غيره. هنحاول بقى نعجن الفراخ بتاعتنا اللي احنا فرمناها ويا البصل والفلفل الاخضر والثوم اللي احنا فرمناه، وتخلطيها خلط كويس علشان ما تفكش منك. بعد كده يا حبايبي هنضيف التوابل، كمون وفلفل اسمر والملح بتاعنا، وهنرجع ان احنا نعجنها مع بعض كويس قوي. اهم حاجة ان انت تخلطي فيها التوابل مع بعضها عشان نوزعها على كمية الفراخ اللي معانا. لو لقيتيها فكة معاكي قوي ممكن تضيفي معلقة بقسماط او معلقة نشا. لو ما انتش حابة خلاص، هي كده كده المية اللي هتنزل من الفراخ وهي بتستوي هتساعد على التسوية بتاعتها، وهترجع ان هي تنشف معاكي في الصينية، فما تقلقيش. بنضيف 3 4 معالق زيت كبار كده زي ما احنا شايفين في الصينية بتاعتنا، وبتصبعيها بقى او تعمليها كور حسب ما انت عاوزة تشكليها. اهيتي حبايب العجينة، وقسميها بقى حسب ما انت عاوزة زي ما انا قلت. والله طعمها جميل وريحتها حلوة، وبتوفر معانا في زيت القلي زي ما احنا قلنا. وبتدخليها في الفرن البوتاجاز او الفرن العادي تحت الشواية، ما بتاخدش منك ربع ساعة. ما شاء الله بتلاقيها مستوية وجميلة، وبتوفر معاكي وخفيفة في الاكل، وما شاء الله بتديكي كمية كويسة قوي وتقضي بها اليوم زي ما احنا قلنا. اهيت يا حبايب الكفتة بعد ما شكلناها زي ما احنا شايفين كده مع بعض، هندخلها الفرن بقى على نار متوسطة، وهنشوفها مع بعض بعد ما خرجناها اهيت. ما شاء الله
على الريحة والله وعلى طعمها، وجميلة ومتماسكة ومش هتفك منك زي ما انا قلتلك. مجرد ان انت هتسيبيها بس تبرد، بتطلعيها من الصينية ما شاء الله زي ما احنا شايفينها كده، ما بتتهرس منك ولا اي حاجة. اتمنى يا حبايبي ان الطريقة تعجبكم وان الفيديو يكون نال اعجابكم، واحب اعرف تعليقاتكم على القناة، ويسعدني وجودكم معانا، وما تنسوش الاشتراك حبايبي، وبألف صحة وعافية يا رب.